الطفل يبقى بيدخل جوه الفرن وامه بتكون واقفه ومش واخده بالها، وبالغلط بتقفل الفرن وما تعرفش ان ابنها جوه، وبعد دقايق بتفضل تدور على ابنها في البيت كله ومش بتلاقيه، وبتسمع صوت ابنها في الفرن وبتطلع تجري وبتطلعه بس هو ميت من العياط. وفي تاني يوم بتكون جايبه اصحابها البيت وجوزها مش موجود وبيفضلوا يلعبوا كوتشينه، فجوزها برن عليها فيديو والبنت بتقول لهم جهزوا الشغل بسرعه، فبيجيبوا كرسي عربيه وفي ولد بيقعد عليه وبيعمل نفسه السواق وبيحطوا خلفيه سودا وراها، والبنت بتقعد من ورا وبتعمل نفسها راكبه العربيه عشان مفهماها انها مش في البيت، وفعلا بيصدقوا خطتها بتنجح. وفي اليوم اللي بعده بتروح على شغل جوزها، وقبل ما تدخل بتطلع بصلايه وبتشممها لابنها عشان يفضل يعيط، وبتدخل لجوزها وابنها بيعيط جامد وبتقول ابننا تعبان ولازم نروح المستشفى بسرعه، وبيقع في الفخ المره الثانيه وبيديها فلوس عشان توديه المستشفى. وبعد ما بتمشي في واحد من اللي شغال معاه بيقول له هي دي تبقى مراتك؟ وبيقول له اه بس انت بتسال ليه؟ وبيقول له عشان شفتها كذا مره ماشي مع رجاله غريبه والشك عنده بيبدا يزيد. وفعلا ما بتروحش المستشفى وبتخرج مع حبيبها، وفي تاني يوم بتعمل نفس الموضوع، بتروح له الشغل وبتقول انا لازم اروح مشوار مهم جدا، وبتطلب منه فلوس وهو بيعمل لها اللي هي عايزاه وبيديها فلوس وبياخد ابنه. وبعد شويه بيروح للدكتور وبيقول له عايز اعرف ابني كان بيعيط جامد ليه، وبيكشف عليه ومش بيلاقي فيه حاجه، وبيقول له بس في ريحه بصل في وشه ممكن عشان كده عمال يعيط، وبيعرف اللي عملته مراته بس بيقرر ينتقم.